الحمد لله رب العالمين. أحمدك ربي وأستعينك وأستهديك وأستغفرك، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، روى أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أعرابيا يركب جملا، فسار هذا الأعرابي بجمله حتى أناخ أمام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل فربط جمله ثم دخل المسجد فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الله كثيرا، فلما انتهى من صلاته ودعائه خرج فلم يجد الجمل، فرفع يديه إلى السماء وقال: يا رب، لقد أديت أمانتك فأين أمانتي؟ يا ربي، لقد دخلت المسجد قاصدا أداء هذه الأمانة التي حملتنا بها فأين أمانتي؟ فلم يستتم كلامه وإذ بالجمل يأتي من شارع من شوارع المدينة حتى وقف بين يدي صاحبه فأناخه واستوى عليه وولى به مسافرا. إخوة الإيمان والإسلام، في هذه الدقائق المباركة نتحدث عن صفة مدح الله عز وجل بها عباده المؤمنين، فقال سبحانه وتعالى عن المؤمنين: قد أفلح المؤمنون، ثم عدل الصفات حتى وصل إلى قوله سبحانه وتعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فمن طابع المؤمن صادق الإيمان أنه يراعي هذه الأمانات التي حمله الله عز وجل بها والتي تحمل بها للناس. فما الأمانة؟ الأمانة هي هذه التكاليف الشرعية التي ألزم الله عز وجل بها العباد من صلاة وصيام وصدقة وزكاة وحج وأمر بمعروف ونهي عن منكر والأسرار والودائع، وكل هذا يعد من باب الأمانات. ولقد منح الله عز وجل كما قلت المؤمنين بأنهم أصحاب أمانة، وذم المنافقين بأنهم أصحاب خيانة. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا. 4 صفات إن كانت هذه الصفات في إنسان عد هذا المنافق، لا حول ولا قوة إلا بالله، عد منافقا. فقيل له: يا نبي الله، وما هذه الصفات التي هي من صفات المؤمنين المنافقين وليست من صفات المؤمنين؟ فقال: أما أولها فإذا حدث كذب. أول صفة من صفات المنافقين الكذب في التحديث، فإن المؤمن لا يكون كذابا. بسم الله الرحمن الرحيم: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. في هذه الآية يبين لنا المولى سبحانه وتعالى أن الكذابين يحشرون يوم القيامة سود الوجوه من باب مقت الله عز وجل وغضبه عليهم. فالمؤمن لا يكون كذابا. ولماذا يكسب؟ ألا يعلم أن في الصدق نجاة. أول صفة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من صفات المنافقين: إذا
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة طاف بالبيت سبعا وحطم الأصنام القائمة أمام الكعبة، ثم نظر من حوله وقال: أين مفتاح باب الكعبة؟ أريد أن أدخل إلى داخل الكعبة. فقالوا: يا نبي الله إن مفتاح الكعبة مع عثمان بن طلحة. وكان في هذا اليوم لا يزال عثمان مشركا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فابحثوا عنه وأحضروا المفتاح. لكن عثمان رفض أن يعطي المفتاح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لو علمت أنه رسول الله لما منعته عن البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي: يا علي أحضر لي المفتاح. فذهب علي رضي الله عنه وأرضاه إلى عثمان ولوى يده وأخذ المفتاح عرما عنه، ثم ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هاك هو المفتاح يا نبي الله. ففتح النبي صلى الله عليه وسلم باب الكعبة ودخل، ومكث في الكعبة ما شاء الله عز وجل له داعيا ومصليا، ثم خرج فقابله العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه وقال له: يا نبي الله اجعل لي حجابك البيت مع السقاية. حجابك البيت مفاتيح البيت تفتح فيها الكعبة وتغلق، لا بقى مفتح ويغلق. فسيدنا العباس يقول: انا لي سقاية مكة، اعطيني معها الحجاب يكون معانا مفتاح الكعبة. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أين عثمان بن طلحة؟ فجاء عثمان فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح قائلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ثم قال له: خذوها يا بني عبد الدار، لا ينزعنها منكم إلا ظالم. ولذلك مفتاح الكعبة إلى اليوم في نسل عثمان بن طلحة لم ينزع معه منه إلى اليوم، لأن كل إنسان ما قدرش فيها حتى لا تتحقق فيه دعوة النبي أن النبي قال: لا ينزعه منكم، لا يأخذ المفتاح منكم إلا ظالم. فكم واحد يأخذ المفتاح منهم تحققت فيه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ظالم. فالأمانة شعار المؤمنين، ثقيلة عظيمة هربت منها جميع الكائنات إلا ابن آدم أو إلا آدم. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. هكذا يقول النبي أو هكذا يقول المولى سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب. المراد بالأمانة هنا التكاليف الشرعية، العقل الذي كلف به الإنسان. إن عرضنا الأمانة للعقل مع التكاليف الشرعية على من عرضها يا ربي. فقال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات. روى الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه قال: عرض الله عز وجل الأمانة على السماوات السبع. فقال: يا أيتها السماء هل تحملن الأمانة وتطر لها؟ فقال: يا ربي فما جزاؤنا أو فما لنا؟ قال لهم الله عز وجل: إن أحسنتم جزيتم ووجدتم خيرا، وإن أسأتم عوقبتم. فقالوا: لا طاقة لنا، لا نحمل الأمانة، خلينا طائعين لك رغما عنا. فعرضها الله عز وجل على الأراضين السبع: يا أيها الأرض، يا أيها الأراضين السبع هل تحملنا الأمانة؟ فقال: يا رب وما لنا إن حملنا الأمانة؟ قيل لهن: إن أطعتن جزتن خيرا، وإن عصيتن أو أسأتن عزتن عليها. فقال: يا رب لا نطيق حمل الأمانة. فعرضها الله عز وجل على الجبال، والجبال وما أدراك ما الجبال. فقالت: يا رب وما الأمانة أو ما لنا فيها؟ فقال لهم المولى سبحانه وتعالى: إن أحسنتم جزيتم خيرا، وإن أسأتم عوقبتم. فقالوا: يا ربنا لا طاقة لنا بحمل الأمانة.
فأتى الله عز وجل بسيدنا آدم فقال له: يا آدم، لقد عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين ورفضنا أن يتحملن هذه الأمانة وهذه المسؤولية الجسيمة، فما تقول؟ فقال: يا ربي، وما لي إن حملت هذه الأمانة؟ قال له المولى سبحانه وتعالى: إن أحسنت يزيد خيرا وإن أسأت عقبت. فقال: يا ربي، قبلت حمل الأمانة. فذلك قول الله عز وجل: وحملها الإنسان، يقصد بالإنسان هنا آدم وذريته من بعده. فنحن تبعا في حملنا للأمانة لأبينا آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. قبلها آدم وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. ظلوما يعني ظالما لنفسه، جهولا بقدر المولى سبحانه وتعالى ومنزلته وسلطانه. فهذه إخوة الإيمان والإسلام هي الأمانة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفظها. وذلك ورد في الحديث: أد الأمانة لمن ائتمن ولا تخن من خان. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. فاللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، إذا كانت هذه قيمة الأمانة ومنزلتها عند الله عز وجل، فما هي صور الأمانة؟ أما أول صورة من صور الأمانة فهي إقامة الدين وتنفيذ أمر رب العالمين سبحانه وتعالى. أتدري أن صلاتك أمانة؟ إن كنت من أصحاب الأموال فالزكاة في عنقك أمانة، صوم رمضان أمانة، أنت مطالب بتأديتها في الدنيا، فإن أديتها أجرت، وإن لم تؤدها طولبت بها يوم القيامة بين يدي الله عز وجل ولن تستطيع لها أداء. طولبت بها ولن تستطيع لها أداء. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الصلاة إن أداها صاحبها بتقوى وصدق إيمان صعدت إلى الله عز وجل داعية لله عز وجل بالستر في الدارين لصاحبها في الدنيا والآخرة، تقول له: حفظك الله كما حفظتني. هذا هو دعاء الصلاة للمصلين: حفظك الله كما حفظتني. وأما تارك الصلاة فإن الصلاة تدمع عليه وتقول له: ضيعك الله كما ضيعتنا. هكذا تقول الصلاة وهكذا تقول العبادات. فأنت يا ابن آدم ستطالب يوم القيامة بهذه الأمانات، بل وأزيدك، ستمثل لك أمانتك في نار جهنم وتطلب بإخراجها من نار جهنم فلن تستطيع، حتى إن حاولت لن تستطيع. فالأرفق بك أن تؤدي هذه الأمانات وأنت في هذه الدنيا. الأرفق بك أن تؤديها وأنت في هذه الدنيا. النوع الثاني من أنواع الأمانة وقد تستغربون له: الغسل من الجنابة. الغسل من الجنابة أمانة، سر بينك وبين الله عز وجل، وستسأل عنه يوم القيامة. الغسل تجده في أبواب كثيرة من العبادات. الإنسان إذا دخل في الإسلام مأمور بأن يغتسل، غسل الإسلام. الإنسان إذا مات مأمور أهله بأن يغسلوه غسل الميت. الإنسان إذا أتى أهله مأمور بأن يغتسل غسل الطهارة. الشاب إذا احتلم مطالب أن يغتسل.
المرأة إذا حاضت وطهرت من حيضها مطالبة أن تغتسل. المرأة إذا طهرت من نفاسها مطالبة أن تغتسل. فهذا باب عظيم وأمانة عظيمة الإنسان مطالب بإتقانها. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 5 من أتى بهن أدخله الله عز وجل الجنة على ما كان من عمل. أما أولها فالصلوات ال5 من أحسن آداءهن ووضوءهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن. وأما الثاني فصوم رمضان. وأما الثالث فمن أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه. وأما الرابعة من حج بيت الله الحرام إن استطاع إليه سبيلا. وأما الخامسة فأداء الأمانة. قيل: يا أبا الدرداء وما أداء الأمانة؟ قال: بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها الغسل من الجنابة. الغسل من الجنابة أمانة ينبغي أن تراعيها وأن تكون دون مزكي يلقب به الغسل من الجنابة يلقب بالطهارة الكبرى. الطهارة الكبرى وهو كما قلت سر بينك وبين الله سبحانه وتعالى. كذلك من أنواع الأمانات العلاقة التي تكون بين الرجل وبين زوجته لا يجوز نشرها على الملأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله عز وجل أو إن من أقرب الناس إلى الله عز وجل الرجل يفضي إلى زوجته وتفضي إليه زوجته ثم يصبح ناشرا سرهما. يصحى الصبح حكي على الحصر. هذا أمر محرم شرعا، فهذا سر بين الرجل وبين أهل بيته. كذلك من أنواع الأمانات أمانة المجلس. جماعة قاعدين مع بعض في مجلس ثم وقع بينهم حديث، سواء كانوا رجل أو 2 أو 3، وقع بينهم حديث وكان هذا الحديث فيه ما يشبه السر لا يجوز نشره على الملأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بحديث ثم انتفت فهو أمانة. إذا حدثت رجل بحديث ثم انتفت يعني مشيت سبته فقد صار هذا الحديث أمانة في عنق من حدث لا ينبغي له أن ينشره على الناس. النوع الثاني بعد ذلك الاستشارة التي تقع بين الناس. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المستشار المؤتمن. هذه إخوة الإيمان والإسلام بعض أنواع الأمانات التي أمر الله عز وجل برعايتها وبحسن أدائها إلى صاحبها. وكما قلت وكما علمتم أنها مسؤولية سيسأل العباد عنها بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن رضاك واقطعنا يا مولانا ويا سيدنا عن كل شيء سواك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم توفنا مسلمين واحشرنا في زمرة خير الأنبياء والمرسلين. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أيامنا يوم أن نلقاك وأنت راض عنا غير غضبان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وأقيموا الصلاة.